شعوبنا في التكامل والتعاون والأمن المشترك. ونلتقي أساساً في مدينة وجدة، قلعة النضال الوطني المشترك لحركات التحرير في المغرب والجزائر، وقلعة النضال التحرري في إفريقيا. لقد تلقيت بغبطة عالية وبارتياح كبير ما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، الخاص بدعوة جلالته إلى خلق كل الشروط الإيجابية لتحقيق مصالحة تاريخية مع أشقائنا الجزائريين، واقتراحه تكوين لجنة مشتركة لخلق آلية سياسية للحوار بروح بناءة متوافق عليها بين قيادة البلدين، وأن تكون كل الملفات مطروحة للتداول بين آيات طابورات، وأن بلدينا وقادتها ليس في حاجة لأية وساطة كي يمتلكوا شجاعة ابتكار حلول لكل المشاكل العالقة بينهما. إنني أعتبر انطلاقاً من روح الخطاب ومن شكله ومبناه أنه موقف صدق من جلالة الملك، ولا مزايدة فيه ولا غاية منه غير أن ينظر إلى مشاكلنا العالقة وإيجاد الحلول الناجعة لها، التي نحن جميعا ملزمون بإيداعها من موقع الأخوة والتاريخ المشترك، بذات الروح التي ميزت التزام بلادنا والجيل الوطني والفداء، سواء في دولنا أو مجتمعنا. وكم سعدت بإحالة جلالته على مؤتمر طنجة لأخابنا المغاربية بين الحركات الوطنية لبلداننا الثلاث، تونس والجزائر والمغرب، الذي عقد في إبريل من سنة 1958. الرسالة هنا بليغة ودالة، وكان مامولا أن يشكل لقاء مراكش التأسيسي لاتحاد المغرب العربي بدوله الخمس بشرى تحقق لشعوبنا تلك، لكن طالته أسباب عطب كثيرة للأسف مفروض أن تستخلص منها الدروس الواجبة جميعا. إن مقترح ومبادرة ملك المغرب اعتبروها بابا لتحقيق انتصارات الجميع كمغاربة وجزائريين على ذات مستوى من القيمة والمسؤولية على كل المعيقات التي تعطل حتى شعوبنا في النماء والتكامل والتعاون. وحقها أيضا أن تكون خطأ
الأمن والابتكار والمساهمة الإيجابية بشكل مشترك ضمن أفق للتجاوز بقارتنا الإفريقية وبكامل غرب عالمنا العربي. إنني أتمنى أن تكون هذه المبادرة جواباً على القلق الذي يسكن نخب بلدينا من مستقبل المنطقة المجهول، ولا تزال ترن في أدنى كلمات أخي الأخضر الإبراهيمي القارقة التي قالها بالربيط كيف أنه ينسنى كشيء بعد فشلنا في تحقيق حلم المغرب الكبير. وأتمنى أن جيل القادة الجدد في بلدنا سينجزون المهمة تلك بأصالة ويقين وصبر.